السلام عليكم. النهارده جايب لكم يا جماعه فيديو عن حقيقه الولد اللي ضرب الست بقلب الطوب كومها في الارض. القصه يا جماعه ان الولد ده كان بيدافع عن نفسه، زي ما انتم شايفين كده. كان معدي بالطريق مش في الشارع، فجاه اتكب عليه ميه، لا مؤاخذه مش كويسه، ميه وحشه، من فوق من البلكونه نزلت على وشه وعلى هدومه وغرقته وبهدلته زي ما انتم شايفين. بيعاتب الناس اللي رموا عليه الميه وكبوا عليه الميه. فجاه طلع ايه جوز الست اللي كبت عليه الميه، بيتكلم معاه في الشارع. اتناقشوا مع بعض يعني ازاي مش عارف تفتح، انت خلي بالك، هما المفروض ما يرموش كده. اللي بيحصل يا جماعة الحوارات اللي بتحصل عندنا في مناطقنا وشوارعنا، زي ما انتم شايفين الموضوع ابتدى يتطور اهوت. يعني صوتهم عالي مع بعض وابتدوا يشتبكوا. الستات اتدخلت طبعا، والستات ابتدت تشتم وتغلط زي ما انتم عارفين، واضح جدا اهوت. اتكتروا عليه. بصوا ادي الراجل ده، يا نهار ابيض، ليه طيب يا عم الحاج؟ او مد ايده عليه وضربوا كوبري على الموتوسيكل، هو والستات معاهم، بهدلوه في الارض وسحلوه وبهدلوه، عدموه العافيه. الراجل هنا الولد يعني صعب عليه نفسه، لما كتروا عليه رموه، جاب طوبه ورماها بالغلط جت في الست. هو مش قاصد يضرب الست بالطوبه زي ما انتم شايفين، هو حدفها كده لما الناس كتروا عليه، بيدافع عن نفسه، فجت في الست زي ما احنا شايفين كده، جت في الست ديت ووقعت كومت في الارض. تمام. طلع بقى الناس تانية هم بيضربوا فيه وبتاع، وهو الولد ايه ماسك طوبة عشان يدافع عن نفسه، والراجل طبعا جري جوه، مش عارف كان رايح يجيب ايه، برضه هيكمل في ضرب ولا حاجة، كان بيجيب حاجة من جوه. وزي ما انتم شايفين الناس برضه بتحوش. فالولد لما ضرب الست بالطوبة كان يا جماعة بما يرضي الله في وضع دفاع عن نفسه. الولد اتغرق بميه مش كويسه، وبعدين اتضرب واتسحل واترمى في الارض واترمت مكانته، واتكتروا عليه راجل وستات وكذا ست معاه، والستات تضرب راجل برضو، مش ده يعني حاجه فيها قله قيمه وقله كرامه. والتصرف بتاعه اللي هو عمله ده تصرف تلقائي، وواضح جدا انه مش قاصد يضرب الست، هو ضرب بالطوبه زي ما جت فيها هي. وبعدين دي يعني شكلها يعني اصابه بسيطه. عشان كده بنقول يا جماعة لازم يعني نحكم عقلنا. انتوا كبيتوا مية بالخطأ من فوق، نقول للناس معلش، نعتذر يا جماعة، يبقى روحنا حلوة عشان ما يحصلش المشاكل دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يهديكم يا جماعة. ولازم نبطل عنف، ولازم نبطل الثقافة الوحشة دي، ونتسامح مع بعض يا جماعة. لا بد أن نتسامح.